بسم الله الرحمن الرحيم. في درس النهاردة هنتعلم حركة جديدة في الإكسل هنوفر فيها وقت ومجهود ونعملها بأسرع طريقة. يلا بينا نشوف ازاي. لو عايز أعمل جدول مكون من 5 أعمدة و100 صف، طبعا الطريقة اللي كلنا عارفينها هي هنعلم على عدد الأعمدة وهننزل لحد ما نوصل لعدد الصفوف المطلوب تحديدها، وطبعا دي طريقة صعبة وهتاخد مننا وقت كبير. النهاردة إن شاء الله هنتعلم طريقة سهلة نقدر نعمل بيها الجدول اللي محتاجينه. هنقف عند أول خلية هنبتدي بيها الجدول وندوس على F5. هيظهر لنا كلمة reference، هنكتب عند الريفرنس النهاية اللي احنا محتاجينها، هنكتب عند الريفرنس نهاية الجدول اللي احنا محتاجين نوصل لها اللي هو ال200، وندوس على شيفت وأوكي. وما ننساش اهم حاجة ندوس على شيفت واحنا بندوس على اوكي. وبكده الجدول بتاعي هيتحدد واقدر اعمل بوردر وابقى انتهيت منه. وبكده يا رب تكونوا استفدتوا من درس النهاردة، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد، وشكرا.